اولا كنتاسفوا على هذا الخروج الغير المنطقي. كنقول غير المنطقي لان المكان ديال المنتخب الوطني والمكان ديال كره القدم المغربيه ماشي هي هذه المكان ديالنا نورمالمون في النهائيات وفي الفوز بالكؤوس، خصوصا في هذا النوع الرياضي كره القدم الشاطئيه. لان كيف ما كتعرفوا كاين واحد العمل كبير اللي كتقوم به الجامعه الملكيه في دعم هذا اللعبه هذه. كاين واحد التغيير، لمسنا واحد التغيير في الطريقه اللعب وفي الطريقه ديال هذا بعد ما تم استبدال الناخب الوطني ووضع الثقه في البرازيلي داكوستا. ولكن كاينه بزاف ديال الامور اللي زعما ما نقدر نقول ما مفهوماش، لان كيف ما كنقولوا الظروف اللي وفرتها الجامعه الملكيه ماشي النتائج ديالها خصهم يكونوا بحال هكذا، سيرتو في كره القدم الشاطئيه. دونك خصنا اعاده النظر في بزاف ديال الحوايج، خصنا بزاف ديال الامور اللي خصها ترجع للنصاب ديالها. لان كيف ما كتعرفوا هذه الدوره هذه دازت واحد يعني في ظروف مواتيه، يعني لا بالنسبه للجو ولا بالنسبه لهذا الظروف هنا ديال الاقامه ديال المنتخب الوطني في الديار المصريه راه كتشبه تقريبا الديار المغربيه. كان تنظيم جيد، كانت بعض الهفوات في التحكيم، وهذا اللي بالشهاده ديال الجميع، بالشهاده ديال الناس ديال يعني جميع المتتبعين لهذا، كانوا بعض الهفوات. هذا هو هذه الهفوه الصغيره فقط اللي كانت. اليوم كنقولوا هنيئا المنتخب موريتانيا الوافد الجديد على هذه اللعبه هذه اللي استغل الفرصه، وهو اليوم كيوصل للنهائيات ديال كاس العالم. ملي كنقول المكانه ديالنا ماشي هذه، لان خصكم تعرفوا بانه تقريبا البطولات اللي كتنظم على الصعيد الافريقي فهي قليله بزاف. نقدروا نقولوا نحسبوهم على رؤوس الاصابع، منهم موريتانيا اللي بدات السنه الماضيه، منهم السنغال اللي بدات تقريبا اكثر من 5 سنوات هذه. ولكن واحد البطوله اللي نقدروا نقولوا البطوله يعني بطوله فقط كيلعبوا واحد الشهر ولا شهر ونص في واحد جوج ديال المراحل على مرحلتين. حنا في المغرب البطوله عندنا هذه الثالثه على التوالي، اللي بدات الانطلاقه ديالها الاسبوعين ولا 3 اسابيع الاخيره. كانت محطه ديال السعيديه، وكانت محطه ديال الدار البيضاء، وكانت محطه في مدينه العيون. يعني البطوله اللي كتلعب فيها 22 جوله، البطوله اللي دعمتها الجامعه بكل ما يمكن. دخلت هذه الكره الشاطئيه في البنيه، في المشاريع ديال البنيه التحتيه ديال الجامعه الملكيه، بانشاء 13 ملعب مقسمه على ربوع المملكه. اذا كنتظروا من هاد الوليدات، كنتظروا من هذا المنتخب هذا انه ياخذ بعين الاعتبار هاد الامكانيات اللي موفره ليه، ويمشيوا بعيد ان شاء الله في النسخه المقبله. وشكرا. ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الاعجاب باش يوصلكم جديد فلاش راديو. فلاش راديو، عينكم التي لا تنام.